بسم الله الرحمن الرحيم. ده خلية التبريد قدام حضراتكم. طبعا اسهل طريقة بنثبت بيها خلية التبريد، طبعا هنا بعد ما عملنا الحامل رفعنا عليه الخلية بتاعتنا. طبعا اسهل طريقة تكون معانا سهلة في الفك والتركيب زي ما احنا شايفين، بنعمل مسمار فليشر بالاعلى زي ما احنا شايفين بالشكل دوت، ومسمار فليشر في نفس الجهة المقابلة ليها بنفس الشكل. وطبعا بنعمل عليها حزام زي اي حزام عندك، بلاستيك او سلك حديد زي كده، وبنروح جايين مربطينه بالشكل ده. طب ليه بقى الفك سهل؟ لان مجرد ما بنفك الحزام من الفتحة كده بسهولة، اهي تلاقي الخلية معانا فكت، وتشيلها بكل سهولة. اهي فكت قدام حضراتكم اهي انا بس بوريك. وطبعا وتركب نفس الشكل، يعني هي كده احنا فكينا خلاص اهي، مجرد ما خرجناها من المسمار. والتركيب مجرد بس ما تنينا كده خلاص، هي كده راكبه وماسكه تمام التمام. دي كده خلية التبريد، ده كل تركيبها سهل جدا، ودي افضل طريقه بنشبط بيها خلية التبريد. ما تنسناش باللايك والاشتراك في القناه، ودمتم في امان الله.